فوزية عبد العليم، الفنانة المثقفة الجميلة والوطنية. سبحان الله الذي جعل القبول هبة ومنة منه هو وحده عز وجل، وأقرب مثل على ذلك الفنانة فوزية عبد العليم التي يحين اليوم موعد ذكراها الأولى، فقد وضع الله تعالى لها القبول في قلوب المشاهدين، فدخلت قلوبهم وأحبوها رغم أنها لا تعد نجمة من نجمات السينما المصرية، كما أنها كانت تؤدي أدوارا قليلة وقصيرة للغاية. والفنانة فوزية عبد العليم أبو العلا تعد واحدة من أشهر نجمات الظل في السينما المصرية، وخصوصا في بدايات الألفية الثالثة، ورغم أن أعمالها قليلة ومساحة أدوارها تعد صغيرة، إلا أنها بحضورها الطاغي وأدائها العفوي الجميل قد تركت علامة لا تمحى أبدا من ذاكرة السينما المصرية. ومع أنه لا يعرف اسم الفنانة فوزية عبد العليم سوى عدد قليل من المشاهدين، لكن من المؤكد أن الكثيرين سوف يتذكرونها لو علموا أنها من أدت دور الست أم علاء أو أم عيلاء في فيلم جاءنا البيان التالي، كما أن الكثيرين لا بد وأنهم يتذكرون مشاركتها في فيلم صاحب صاحبه الذي أدت فيه دور الست أمجاد، وكذلك ظهورها المميز في دور جد الفنان أحمد السقا في فيلم أفريكانو. والفنانة فوزية عبد العليم لم تعمل بالتمثيل بداية من مطلع الألفية الجديدة كما تذكر الكثير من المواقع الإلكترونية، ولكنها في الحقيقة عملت بالفن منذ شبابها المبكر، وقد حاول والدها الأزهري وعمها عضو البرلمان المصري كثيرا أن يحول بينها وبين العمل بالتمثيل، ولكنها أصرت وبالفعل أدت بعض الأدوار الصغيرة في عدد من الأفلام السينمائية، ثم انضمت بعد ذلك لفرقة رمسيس المسرحية مع الفنان يوسف وهبي، كما عملت بالتلفزيون المصري في ستينيات القرن العشرين، وهي عضو قديم بنقابة المهن التمثيلية، أي أنها كانت تعامل كممثلة وليست ككومبارس، ومنذ بداية سبعينيات القرن العشرين ابتعدت عن الفن لمدة تقارب 20 عاما، وذلك بعد زواجها من الدكتور عصمت عبد الكريم، وتفرغها لبيتها وزوجها ولتربية أبنائها الثلاثة نيفين واو، وحيد واو، سوزان. ولم تعد للعمل بالفن إلا في سنة 1994، وذلك حينما شاركت في حملة دعائية مع المخرج شريف عرفة، والذي رشحها بعد ذلك للاشتراك في فيلم أفريكانو مع شقيقه الأصغر المخرج عمرو عرفة. وبجانب عملها بالفن كانت فوزية عبد العليم فنانة مثقفة تجيد الرسم والعزف على آلة الكمان، كما أنها كانت تجيد كتابة الشعر، والجميل أنها كانت تحضر صالون الشاعر الكبير أحمد رامي. وكذلك كانت الفنانة فوزية عبد العليم مهمومة بقضايا وطنها، فقد عملت بالتمريض خلال العدوان الثلاثي على مصر، وشاركت في حملات التبرع بالدم للجيش المصري خلال حرب أكتوبر، كما شاركت في معظم المؤتمرات التي عقدت لنصرة القضية الفلسطينية. وفي سنة 2003 سافرت للعراق لتشارك في الاعتراض على ضرب أمريكا للعراق، وهناك تعرضت لحادث انقلاب سيارة كاد يودي بحياتها أسفر عن إصابتها بشرخ في الجمجمة وكسر في الضلوع وكسر في الترقوة ونزيف بالرئة، وتسبب هذا الحادث في ابتعادها عن التمثيل، وكانت وفاتها في يوم 21 من يوليو سنة 2019 ودفنت في قرية سنتريس بالمنوفية. وهكذا وكما عاشت الفنانة فوزية عبد العليم حياتها في الظل، فقد ماتت ولم يشعر بها أحد، لدرجة أن خبر وفاتها لم يعرف ولم ينشر على نطاق واسع إلا بعد مرور 4 أيام على وفاتها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.